ما تيجوا احكي لكم حكايتي النهارده، وان عجبتكم ما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك في القناه. انا امينه، عمري 52 سنه. قصتي بدأت من سنتين. انا ارمله من 28 سنه. اتوفى جوزي وساب لي ولدين وبنت. انا اتجوزت صغيره جدا، كان عمري ساعتها 18 سنه. بعد وفاه جوزي كرست كل حياتي علشان اربي اولادي، وضحيت بسنين عمري وشبابي علشانهم، ورفضت اي عريس يتقدم لي طبعا علشان ولادي. أنا كنت جميلة جدا، وطبعا ده كنت بشوف في عيون الناس وأنا ماشية. بنتي عمرها 24 سنة وهي اللي عايشة معايا دلوقتي بعد ما جوزت اخواتها الاتنين، والحمد لله. كنا ساكنين في شقة إيجار قديم، كانت ضيقة جدا، كانت يدوب كانت بتشيلنا احنا الأربعة بالعافية. وكان من أكبر أحلامي إن في يوم يكون ليا شقة تانية تكون كبيرة وواسعة. كنت حاسة إني قدمت رسالتي خلاص في الحياة، وربيت أولادي من معاش أبوهم، وشغلي في الخياطة، وكمان أخويا اللي في السعودية كان بيساعدني كل فترة. كنت حاسة إني مبسوطة إني ضحيت علشانهم، ولكن أوقات كتير جدا كنت بحس خلاص إن عمري وشبابي راحوا مني، وكنت دايما بحس بالحرمان العاطفي. وأوقات كتير جدا كنت بحن الراجل يكون جنبي ويكون معايا. كنت صغيرة قوي لما جوزي توفى، وحياتي كلها اتقلبت، ملحقتش اتهنى بشبابي. كنت أوقات كتير جدا بفضل أعيط من قلبي، وبحس بخنقتي، وبحس باحتياجي لحد يكون جنبي، يكون معايا، يكون سند ليا وظهر. وتعدي عليا الليالي والسنين، وبحس بفراغ قلبي، واحتياجي بيزيد أكتر يوم عن يوم. وكل الفراغ اللي أنا حسيته ده دفعني طبعا إني أخش مواقع التواصل، يمكن يكون فيها حد أقدر أنسى حاجة من خنقتي دي. وفي مرة من المرات حد بعتلي رسالة إنه عاوز يتعرف عليا. كانت لهجته ما كانتش مصرية، لهجته كانت خليجي. خفت في الأول ورديت عليه، قلتله انت مين وعاوز ايه. طبعا كنت ساعتها مرعوبة جدا ومتوترة، أول مرة بكلم حد. طبعا كان مانعني أولادي وأخلاقي، وكنت بشوف نفسي يعني كده إن أنا مقدرش أعمل حاجة كده إن أنا أكلم حد. عرفني بنفسه إنه اسمه جاسم، كان من الإمارات، كان عنده 23 سنة، واتكلم عن نفسه كتير جدا، وإنه بيدور على إنسانة تفهمه ويعيش معاها حياته وحلمه. قلتله بس أنا مالي من الكلام ده كله، بتبعتلي أنا ليه؟ رد عليا وقال لي حاجة غريبة جدا. قال لي بعتلك وانا مش عارف انا بعتلك ليه، وقال لي كلام كتير جدا جدا ساعتها. كلام كله كان بيلف في عقلي 100 مرة، وكان بيهزني. قلت له انت ما تعرفنيش، وكمان انا اكبر منك بكتير، انا عمري 50 سنة. طبعا الكلام ده من سنتين عدت. قال لي مش مهم عمرك، مش مهم اي حاجة غير اني روحك تكون حلوة وقلبك، وتكوني صادقة ومخلصة معايا في الكلام. وكلام كتير جدا لمس في قلبي وخلاني أحن ليه. طبعا ده بسبب الحرمان اللي أنا كنت عايشة فيه، والشوق للحب والمشاعر. وانجرفت معاه وصدقت كل الوهم اللي رسمهولي، وكان كل يوم يكلمني عنه وعن أحلامه معايا، ويعيشني في خيالات حلوة جدا وشوق وحب. وتعلقت بيه لحد فعلا اتعلقت بيه جدا، وبقيت أكلمه كل يوم. وأوقات كتير جدا كنت بفضل معاه طول الليل نتكلم مع بعض. وبعتلي صورة وكان وسيم قوي وشيك قوي، اتعلقت بيه زيادة، وطلب مني صورة بس أنا طبعا رفضت. وكلمته عن كل حياتي وأولادي وكل تفاصيل حياتي، وإني أنا بس بدور على الحب والاستقرار وحياة طبيعية، مش مجرد نزوة وخلاص. وإنه لازم يفكر كتير جدا عشان أنا عاوزة علاقة جد مش تسلية. طبعا فهم كلامي وقال إن هو هيحارب الدنيا كلها علشاني، ومش همه أي حاجة. وخد رقمي وبدأ يتصل بيا ويخليني أعيش أكتر في أوهام الحب والحلم الجميل، وإنه مستعد يرتبط بيا للأبد مهما كان. كلمته طبعا عن حلم حياتي إن يكون معايا شقة. قال لي هعيشك ملكة، كل اللي انت بتتمنيه هيكون تحت رجليكي، وإنه غني جدا، وأي حاجة هطلبها ملهاش قيمة قدام حبنا. استمرينا لشهر نتواصل مع بعض، وكان أحيانا يطلب مني حاجات خارجة. كان يقولي وصفيلي نفسك، وصفيلي جسمك، وصفيلي كلام زي كده كتير. كنت احيانا بستجيب ليه وارجع اندم وارفض. وطلب مرة مني انه يقابلني، وافقت لكن في مكان عام، لكنه هو رفض. قال لي لازم في شقته علشان خايف حد يشك فينا. وكنت طبعا بصدق كلامه بكل هبل. وفي يوم طلب مني ان هو هيعمل اجراء عملي علشان يتم الجواز. قال لي لازم سفارته توافق، ولازم ورق كتير جدا،
وطلب مني صورة بطاقتي، ودي كانت تاني أكبر غلطة أعملها في حياتي، إني صدقته وصورت بطاقتي وبعتها له، وطبعا بطاقتي فيها عنواني واسمي بالكامل وصورتي وكل حاجة. طبعا قعد يماطل فيا فترة طويلة جدا، وبدأ يزود في طلباته مني وعاوزني أصور نفسي، وكنت أصمم إن أنا أرفض. وفي يوم قال لي إنه عامل لي مفاجأة بس بشرط إن هو يقابلني عنده في شقته. قلت له طبعا، وأصريت أعرف إيه هي المفاجأة. قال لي مش حلمك تكون عندك شقة؟ أنا مجهز لك الفلوس بتاعت الشقة، وصور لي شنطة مليانة فلوس، وقال لي بس لكن زي ما أثبتلك إني جد وشريكي، أنت كمان لازم تثبتيلي إنك ليا بجد وملكي من دلوقتي وتجيلي. قلت له علشان خاطر أنا ما ينفعش أعمل أي حاجة غلط، أنا أم وبنت ناس. قال لي ما تقلقيش، أنا بس عاوز أشوفك قدامي وأحس بوجودك. قلت له توعدني إنك تمسك نفسك وما تعملش حاجة؟ قال لي أوعدك. هو كان في الزمالك وأنا في السلام، بعتلي العنوان وأخدت أوبر وركبت ورحت رايحاله، ووصلت فعلا للعنوان، وكان مستني حاسب أوبر، ودخلت معاه العمارة ودخلنا الأسانسير، ومسك إيدي وقال لي بحبك. وأنا كنت ميتة من الرعب والخوف، لكن كمان كنت مليانة مشاعر فرح، وكأني بنوتة مراهقة جدا بتعيش في سن الطفولة. هو عرف فعلا يلعب بعقلي حرفيا، وكان كمان أحلى من الصور. كان شكله جميل جدا جدا، خلاني انبهرت أول ما شفته. دخلنا الشقة وكان جايب لي أكل، قعدنا ناكل وكلمني بغزل كده كتير جدا. طلبت منه إني أشوف الفلوس، وفعلا جاب الشنطة وقال لي الفلوس كلها ليكي، خديها وهاتي الشقة اللي انت عايزاها واطمني، أنا بجد مش هسيبك. ومرة واحدة قرب مني وحاول إن هو يحضني، زقيته قلت له يا جاسم انت وعدتني، وكنت انا اصلا خايفة من نفسي ان انا اضعف اكتر منه. قال لي امينة، يعني بعد كل ده ما استاهلش حتى حضنك؟ يعني انتي مش شايفة صدقي وحبي ليكي؟ وبدأ يقول كلام حب وغزل وهو بيضمني جدا لحد ما حضني قوي، وسلمت له نفسي، سلمت نفسي الحضن. بس طبعا فضل يتمادى اكتر واكتر. قلت له لا، انا ما اقدرش اكتر من كده. بدأ يشدني جامد ويحاول ينيمني على الأرض ويلمسني أكتر وأكتر، وبقيت أقول له لا يا جاسم، مش هينفع مش هينفع، وبحاول نفسي إن أنا أقاوم معاه، وأنا طبعا كنت بضعف وما كنتش قادرة. وطبعا في اللحظة دي أنا ضعفت جدا وما قدرتش أمسك نفسي واستسلمت، لكن رحمة ربنا بيا ورعايته أنقذتني، وشفت صورة بنتي قدامي وهي بتقولي لا يا ماما، لا يا ماما قومي. قاومته أكتر، حاول بقى إن هو يعمل معايا بعنف وقوة أكتر، وبدأ يحاول إن هو يعمل معايا علاقة، طبعا بدون إرادتي. بدأت أصرخ جامد، وبقيت أقاوم لحد ما هو خاف مني وقام وقف وقال لي اطلعي بره، يلا امشي، ولا في فلوس ولا في غيره، انت صدقتي نفسك يا عجوزة، وانتي. وفضل يسمعني كلام كتير جدا، وحسسني اني رخيصة قوي، واني كنت ببيع نفسي بفلوس، ورماني بأبشع كلام وطردني، ولا خدت فلوس ولا خدت غيره. خرجت من عنده وانا هموت حرفيا من القهر اللي انا عملته في نفسي. وايه وصلني للمرحلة دي؟ خدت تاكسي فورا وركبت وانا بقاوم اني اعيط بصوت عالي. حتى صاحب التاكسي قال لي في حاجة يا حاجة؟ قلت له لا، تعبانة شوية. لحد ما وصلت البيت دخلت وحبست نفسي طول اليوم في الأوضة بموت من العياط، وبنتي تقولي مالك في ايه، مين مزعلك؟ طيب افتحي يا ماما الباب، طب كلي حاجة. وانا برد عليها بقول لها سيبيني عاوزة اقعد لوحدي. وبعد يومين بعتلي رسالة على الواتساب بيشتمني كتير قوي، ويقول لي هجيبك تاني وتعملي كل اللي انا هقولك عليه. قلت له لما تشوف حلمة ودنك، انا مش رخيصة زي ما انت فاكر، وغلطتي الوحيدة اني صدقتك وثقت فيك. قال لي مش بمزاجك، وبعتلي مقطع فيديو وانا معاه في الشقة، وبعتلي رسائل كانت بينا، وقال لي بصي هعمل ايه لو ما عملتيش اللي هقولك عليه كله، وهتنفذي كلامي بالحرف الواحد. وبعتلي صورة بطاقتي وارقام تليفونات ولادي، معرفش خدهم ازاي، بس اكيد لما كنت عنده انا انهارت تماما، والتليفون وقع من ايدي ومبقتش عارفة اعمل ايه او اروح فين، ولا قادرة اتكلم ولا حتى افكر. بعتله بقوله حرام عليك، ليه بتعمل معايا كده؟ انا مش واحدة من الشارع، انا ام وبنت ناس، وانا وثقت فيك وصدقتك، ده يعني جزات ثقتي فيك؟ ابوس ايدك سيبني في حالي. شتمني وقال لي لو ما عملتيش اللي هقولك عليه
حاجات كتير جدا هتوصل لعنوان بيتك ولكل ولادي وكلهم هيعرفوا انت ايه. قلت له عاوز ايه؟ طلب مني 10,000 جنيه وطلب مني ان انا اتصور، او مش بس كده، طلب مني كمان اصور بنتي. انا هموت بجد، مش عارفة بجد اعمل ايه او اروح فين. هيمسك رقبتي اكتر وانفذ طلباته او يفضحني وكمان اسلم بنتي ليه وهتك عرضها بايدي. انا غلطت من الاول علشان 6 سنين عمري تجري، وغلطت لما وثقت بشخص يدوب عرفته عن طريق النت، وغلطت اكتر لما وثقت بكلامه وكنت عبيطة وساذجة وصدقت الاحلام والاوهام اللي رسمهولي. وازاي ان انا ابعت له صورة بطاقتي؟ غلطت غلطة كبيرة جدا لما رحت له برجلي علشان صدقته ان هو هيحقق حلمي. ارجوكم قولوا لي اعمل ايه؟ انا مش عارفة اعمل ايه. استسلم واعمل طلباته، ولو ما نفذتش اللي هو عايزه هيفضحني ويقول لولادي، وكمان عايزني اصور بنتي. انا مش عارفة اعمل ايه. دي بنتي لسه ما اتجوزتش، وازاي هتك عرضها بالطريقة دي؟ انا عارفة اني غلطت وابشع غلطة في حياتي، بس دي كانت غلطة، واكيد اي حد في سني هتكون عندها الاحساس ده، انها تحن لاي حد يكون جنبها. انا جوزي مات وانا كنت لسه في عز شبابي. ارجوكم قولوا لي اعمل ايه، قولي لي الحل. انا بصراحة مش عارفة اعمل ايه، ومش قادرة استسلم له ولا اصور بنتي ليه. ده راجل طلع مش كويس ومش لاقي حل بصراحة. ارجوكم شوفوا لي حاجة اعملها، ما عنديش كلام تاني اقوله. ودي كانت حكايتنا النهاردة. ما تنسوش تشاركونا آرائكم في الكومنتات، واكيد لازم نشوف لها حل عشان خاطر تخرج من الازمة اللي هي فيها دي. وان عجبتكم القصة النهاردة ما تنسوش تدعمونا بلايك واشتراك في القناة.